السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى شاورما سوري في عيش التورتيلا. طعمها جميل وتحفة. نعملها بطريقة سهلة وبسيطة بدل ما تشتريها من المحلات. المقادير بتاعتها هنخش بقى نقول المقادير، وده المنظر النهائي بتاعها. هنخش نشوف الطريقة ونكمل معاكم. هنعمله شاورما الفراخ بالعيش السوري. طبعا لازم الصدر يبقى جامد كده، متلجاه انا عشان يتقطع شرايح رفيعه تساعدني في التقطيع. هقطعه وهوريكم بقطع يعني التقطيع ازاي. قلت لكم تاني دلوقتي انا مقطعه الشاورما زي ما قلت لكم، سبتها تتصفى خالص. سبتها تتصفى هي زي الفل، غسلتها غسله حلوه وسبتها تتصفى. هبدا احطها في البوله زي ما انتم شايفين كده، واحط عليها ميه البصل بشراه وعصراه خالص، دي ميه بصل. اسيبها فيه حبيبي. وميه الليمون، نص كوبايه ليمون اهو زي ما انتم شايفين. وهحط عليها الملح وفلفل اسود وهسيبها في التتبيله. وهجيب الزبديه احطها معلقه ملح يا حبايبي. وهحط، مش بحط عليها بهارات كتير، الحاجه الطبيعيه احلى. وفلفل اسود. وهتبلها وهحط لها الزبادي دلوقتي وهسيبها في التتبيله. وهرجع لكم تاني، هجيب الزبديه بس. حطيت كده الزبديه عليها وقلبتها وسبتها. هسيبها بقى في التتبيله عبال ما اعمل التوميه واحضر العيش واحضر الحاجه. هحطها في التلاجة حبايبي تفضل في التتبيله، تشربها بقى. تتفرجوا عليها بعد ما نبدا نشتغل فيها حبايبي كده. هنحطها في التلاجة وهسيبها حبايبي. ازاي حبايبي؟ 4 فصوص توم، علبه زبادي بلدي، دي شويه نشا حطهم في شويه ميه وضربهم، وشويه لبن. وطبعا ايه، الزيت ما نستغنوش عن الزيت. هنحط دلوقتي المكونات. هنحط الثوم في الخلاط، هنضربه في الخلاط حبايبي بشويه ميه، بس بتدوبيهم على النار لحد ما يطحن معاكي، يبقى عامل زي المهلبيه كده. تضربيه على المكونات اللي احنا هنقوله عليها، اللي هو الزبادي والزيت والثوم وشويه اللبن. بص لميته ازاي، اتلم معايا ازاي. هحطه بقى في الخلاط مع المكونات اللي ايه هقول لكم عليها. هضربها بس كده عشان تمشي فصين الثوم يتضربوا اهي. علبه الزبادي كلها تتحط في وده النشا اهو حبايبي. نشا ضربات شويه ميه. نحط شويه زيت وهنضرب بقى عشان هحط الشاورما. بس بقى لي طاسه البطاطس، انتوا عارفين ان هو ايه، هيبقى شاورما بالبطاطس زي السندوتشات عشان الناس السوريين صحابنا بقى السوريين هيمشوا. فطبعا لازم احنا ايه، نبقوا متعلمين هما بيعملوا ايه. ماشي يا حبايبي، دي طريقتهم هما بيعملوا السندوتشات كده، وانا ايه هعملها لكم وتتعلموا مني. طريقه سهله وبسيطه وجميله. دلوقتي الشاورما اللي انا كنت متبلاها، اوعي الميه اهي. ما تفضليش تقلبي، سيبيها لحد ما ياخد وقتها. تفضل ميتها وتستنى، وهطلعها لكم اللون الذهبي الجميل كله مع بعضه. طيب انا قليت البطاطس اهو، والشاورما زي ما انتوا طالعين ناشفه وجميله ما فيهاش اي اقدام ولا حاجه، والخيار، وادي ايه التوميه. وطبعا والله لفيت عشان اجيب عيش تورتيلا بتاع الشاورما ما لقيتش، فانا هعمله في العيش البلدي. وطبعا في العيش التورتيلا بيطلع تحفه خطير، فانا هعمله بدي. هحشيه وهوريكم بنحشوه ازاي. بصوا يا حبايبي، تدهني الساندوتش كده اهو، وتحطي الخيار بتاعك اللي انت مقطعاه. طبعا ولا تقولي لي الراجل ولا اي حاجه، حاجه عاملاها في البيت لاولادك، جميله نضيفه، عاملاها على ايدك، غسله الفراخ كويس، متبلاها كويس. وهتحطي الشاورما كده زي ما انتوا شايفه. وهنبرمه الساندوتش كده حبايبي اهو، وهنحطوه على الشوايه على الجريل ياخد وش. ماشي يا حبايبي، هكمله معاكم وهقول لكم واحد كمان.
هوريه لكم على الشوايه الجريل يا حبايبي كده اهو، وياخد وش، وطبعا بالهنا والشفا على النار اهو زي ما انتم شايفين اهو. ماشي، بياخد وش ونقلبه على الناحيه التانيه. ماشي، وبنقدمه. وتعالوا بقى نشوف هنقدمه ازاي. وكده حبايبي خلصنا السندوتشات زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. بصوا جمالها، عايزه اقطع لكم واحد تشوفوا جمالها لما بتتعمل، ولا تقولي لي تشتري ولا حاجه. بصوا المنظر جميل ازاي. يلا انزلي بسرعه جيبي المقادير واعمليها في البيت لاولادك بطريقه سهله وبسيطه وبالهنا والشفا. واللي ما اشتركش في القناه ينزل بسرعه يخش يشترك في القناه عشان يشوف مننا كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.